اشهر براند ساعات موجود في العالم اسمه رولكس ما بيبيعوش للعملاء بتاعتهم منتجات، بيبيعوا لهم براند. العميل مش مستني منك انك انت تبيع له منتج، العميل مستني الخدمه اللي جايه مع المنتج بتاعك. صدقني الناس مش بتشتري عشان المنتج ده حلو او فيه مميزات كتيره، اغلبيه الناس بتشتري لانها عايزه تحس احساس معين او عايزه تاخد خدمه معينه من ورا المنتج ده. ما تبقاش مستعجل تبيع، استعجل انك انت تبني علاقه قويه جدا مع العميل بتاعك من خلال المحتوى ومن خلال الاعلانات. وري للعميل انت بتقدم ايه غير المنتج اللي انت هتديهوله، زي مثلا توصيل سريع، استبدال سهل، دفع عند الاستلام، استرجاع بدون صداع. لما بتوري العميل ان انت فاهمه وانك حاسس بالمشاكل اللي هم بيقابلوها، ساعتها هتكون اول تجربه ليك مع العميل. عشان كده البراند اللي بيركز بس على السعر او بيركز بس على المميزات بيخسر قطاع كتير جدا من العملاء. القضية هي فين المشكلة او الخدمة اللي انت بتقدمها مع المنتج بتاعك العميل هيبقى راضي عنها. وصدقني الثقة هي اللي بتبيع مش المنتج بس.